إخواننا اللي بيجيب الشغل شنو؟ ممكن يكون عندك أي حاجة لكن تقع عليك مصيبة تكرهك حياتك. صح ولا ما صح يا إخواننا؟ صح؟ المصايب بزهي زول بزهي زول. الناس دي حسا الناس دي في السودان معظم الناس مالهم ما سعيدين. أنا أوريك الفلس ده مجنن الناس جد. أي زول مفلس بيكون متضايق. شوف أي زول بيشاكل مع الكمساري مفلس. في الحافلة إذا بيشاكل مع الكمساري وروحه محرقة ده مفلس 100%. أو عنده مشكلة مع مرته في البيت فالشاف الكمساري المسكين أصلا. يا إخواننا طيب إذا علمت أن الأرزاق مقدرة وأنها مكتوبة وأنها مقضية، الإيمان بالقضاء والقدر هو رأس الرمح في السعادة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يعني أن العبد المؤمن يرى وينظر إلى أقدار الله بالحكمة. ما بقول ربنا داري يعذبني، بقول ربنا داري يمتحننا، ربنا داري يرفع درجاتنا في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قال العلامة ابن القيم: ولقد تأملت المصائب التي تقع على العباد والابتلاءات فوجدت فيها 100 فائدة. 100 فائدة. يا إخواننا قد يريد الله لك خيرا ولكنك لا يمكن أن تدرك هذا الخير إلا بمحطة من المصائب، فتقع عليك المصيبة لتحصل خيرا. هذا غير خيرا مدخر في الآخرة. يا إخواننا الزول لو جاته مصيبة أنا بقول شنو؟ كفارة. بقول شنو؟ كفارة من شنو؟ من الذنوب. معناها بتفيد. فإنه ما حتى الشوكة يشاكها المسلم له بها أجر. وما من مرض ولا هم ولا نصب ولا وصب ولا غم يصيب المسلم إلا جعل الله له فيه أجرا. حتى الشوكة يشاكها المؤمن، وإلا تحاتت خطاياه وسيئاته كما تحات الشجرة ورقها. فبالتالي أقول لكم المؤمن ينظر إلى المصائب بعين الرضا والطمأنينة، وهذا مصدر السعادة. إخوان السعادة عند المؤمنين في الإيمان بالله والإيمان بشنو؟ بالقضاء والقدر. ومعظم الذين تزحزحوا وأصابتهم إشكالات لأنهم فقدوا إيمانهم بشنو؟ بالقضاء وشنو؟ والقدر.